الحدوته. ما يعني انا والنادي الاهلي ما اختلفناش على حاجه خالص. انا الموضوع كابتن يوسف قال لي يمضي مضيت فعلا؟ النهارده. وانا الصبح صحيت كنت نايم. صحيت لقيت كابتن يوسف بيكلمني. كان دي المكالمه اللي انت مستنيها من زمان. كان الوقت متاخر يعني، مش كان الساعه 3 غالبا. فقال لي يا شريف احنا عايزينك. الراجل خلاص تمام وعايزك وكده. كويس. تعالى لنا النهارده اهل الشيخ زايد. رحت الاول الشيخ زايد؟ رحت الشيخ زايد. كان المدرب عايز يقعد معايا شويه وكابتن خطيب كنت قاعد معاه وقعدنا نتكلم. قابلت الكابتن خطيب. احكي لي حصل ايه مع الكابتن خطيب. كانوا طبعا بيرحبوا بيا ان انت ابننا وانت احنا شايفين ان انت هتبقى اضافه للفرقه. كانوا بيتكلم معايا والراجل كان حابب يتكلم معايا كده كلام ودي يعني. لا الكابتن طبعا كان يعني شافني وكده وسلم عليا وقال لي الحمد لله على السلامه، بقالي كتير ما شفتكش وحشني ومش عارفه ايه. قعدنا نتكلم طبعا شويه يا كابتن وده بيتك واحنا كنا متمسكين بيك بس احنا كنا مشغولين شويه، بقالنا فتره ما اتكلمناكش كنا مشغولين شويه. فقلت له يا كابتن انا عارف ده ومقدر ده كويس ان انتوا كنتوا اكيد مسحولين في حاجات كتيره. ايوه. فانا كنت مقدر ده وده اللي كان مخليني. وقعدنا نتكلم في شويه حاجات كده يعني. كويس. بس قال لي طب خلاص ظبط مع كابتن يوسف الموضوع ده يخلص النهارده يا كابتن يوسف. طيب ده الكابتن خطيب بالظبط. بعد كده روحت البيت. انت عايز تكمل مع لا الراجل كنا بنتكلم كلام عادي يعني جدا. كان حابب بس هو كان عايز يقعد معاك. كان عايز وده كويس يا شريف ان المدرب يبقى عايز يقعد مع اللعيب يعرف شخصيته. ممكن يعرف انطباعك من طريقه كلامك من اسلوبك في الكلام من شخصيتك وانت بتتكلم. فهو كان ممكن يكون عنده انطباع كده، كان عايز يشوف انطباعك، عايز يشوفك وانت بتتكلم. حلو. بس كويس. فانا كابتن يوسف قال لي خلاص روح انت وانا هكلمك ايه شويه كده. كويس. روحت وكده وكابتن يوسف بعدها بحوالي ساعتين كده كلمني تاني. قال لي تعالى يلا نروح التتش نخلص كل حاجه. حلو. رحت مضيت. رحت مضيت وخلصت كل حاجه. ما كانش فيه مشاكل في الفلوس؟ ما كانش فيه مشاكل؟ لا خالص ما اختلفناش. الموضوع ما كملش اصلا يعني قال لي امضي مضيت وبصمت على طول يعني. في ساعتها ما كنتش لسه اتكلمنا في فلوس كمان. والله بتتكلم جد؟ والله بجد. مضيت كام سنه؟ 5 سنين. احنا ما كملناش 29 مش كده؟ لا لسه. لسه يعني قدامنا وقت طويل. لكنه انت عارف المنافسه. اكيد طبعا يا كابتن. طول عمر النادي الاهلي عنده في كل مكان اكتر من لعيب مميز. نعم. وده بيخلي النادي الاهلي دايما في مكانه كبيره. فانا طبعا ان شاء الله يعني انا جاي وعارف ان في طبعا منافسه قويه جدا مع زمايلي. فان شاء الله باذن الله بوعد الناس ان شاء الله اللي انتوا هتشوفوا حد مختلف ان شاء الله. التفاوض والكلام بقى خدت وقت طويل. انا كنت باخد في السعوديه كذا، انا كنت باخد قبل ما اسافر كذا. لا والله خالص يا كابتن. يمكن احنا كابتن يوسف هو عارف رغبه شريف هو كان عارف ان انا مش جاي اتكلم في فلوس. فعلا يا شريف؟ والله يا كابتن هو عارف ان انا مش جاي اتكلم في فلوس خالص. انت بتعيد تطبيق مقوله الجنيه ب10 ايوه دي حقيقه. ما خد بالك يا كابتن كان ممكن لو انا باصص للفلوس كان ممكن امضي في اي حته من بدري جدا يعني. ليه هستنى كل ده يعني؟ انا يا كابتن انا فري من شهر 2 مثلا. من اخر واحد. كان عندي طبعا حاجات كتير وكان عندي وجالي حاجات واحنا بنلعب هناك في السعوديه. لا جالي عروض واحنا لسه الدوري شغال قصدي.